It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. باو باو باو. الله، طب ده بيعزف على الجيتار ويطبل ولا عمرو مصطفى. لا وكلمات الاغنيه عجبتني قوي. ده ايه ده، وخصوصا البامبام بيللو. ثانك يو ثانك يو كابتن ماجد، فكرتني بالاغاني الطلياني اللي تجنن. انا عندي قصر في ميلانو جنب تورونتو على طول. كنت كل يوم سبت اعمل حفله عيد ميلادي ويجوا الناس، اصل هناك السبت اجازه لانه بيوافق يوم جمعه. ايام. وكان بيجيني المطرب العالمي المشهور الطلياني حبيب قلبي الله يرحمه بقى، شفيق جلالو. شفيق وجلالو؟ معروف ماما ميا. بس انا مش فاكر له اغاني مشهوره. I think شيخ البلد خليت ولد يا فرحته عامل فرح لخلفته شيخ البلد شيخ البلد. ده ايطالي ده؟ سي سينيوريتا سي. تعرف ان المطرب شفيق جلالو ده المافيا قتلته؟ ايوه يا ابني، ما هو جاد فازر اصلا اللي هو شيخ البلد. ما تسيبكوا بقى من الحاجات اللي مش مفهومه دي وتخش لنا في حاجه عرب، بس مش عربي دي، عربي بتاعك انت. ركز في الاكل يا عربي، ركز في الاكل. هتردوا معايا؟ ايوه. يلا. جميل جمال ملوش مثال. يلا. جميل جمال ملوش مثال. جميل جمال ملوش مثال. جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال سنة اللي قال زي الغزال. جميل جمال ملوش مثال. روح يا روحي. دي الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا. وانت معايا تسألني ليه معرفش والسر ايه مفهمش. طب تسألني ليه معرفش. اتفضلي يا ست هانم، الزيتة والزنبليتة في الصالون. هو حضرتك ما بتاكلش ليه يا كابتن ماجد؟ كمان الاكل معلوش ملح يعني؟ والله العظيم قلبت لك الجزيره كلها على ملحه ما لقيتش. لا والله يا عتاب تسلم ايديكي، طبعا اكيد الاكل هايل. انا كان عليا انا بحاول افرفشكوا طبعا عشان اللي حصل لكم بسببنا. بسببكوا يعني ايه؟ ده احنا من غيرك كنا ضايعين وتايهين وجعانين ومعفنين ومنتنين. يا ساحرة الجنوب تخرسي خالص انت. وانت يا استاذ ايه جو حريم الطيار اللي انت عامله ده؟ انا عن نفسي I trust you so much وان شاء الله هترجعني مصر. انت مش واخد بالك ان انا ميس ايجيبت ولا ايه؟ طبعا اكيد عارف حضرتك، بس هو الاسم بس تايه مني. جازمين، احفظه بقى. هي صح. طب انت عارف يا كابتن، انت قبل ما تيجي هنا الدنيا كانت سودا في عينينا خالص. ايوه. لكن دلوقتي الدنيا اتملت كهارب. عقارب. اطمنوا يا جماعه، انا هعمل اقصى ما عندي ان شاء الله يعني عشان اكون عند حسن ظنكم. ده حقيقي يا كابتن ماجد، انت واضح جدا ان انت من الرجاله اللي يعتمد عليها. This is true. مش اكياس المخدات اللي وقعنا فيها. يا اختي نامي من غير مخده واكسبي فيا ثواب. الحقيقه متشكرين يا كابتن ماجد على الميه اللي شربناها والفيش والسمك اللي كلناه، بس مش عارف يعني هترجعنا بلدنا ازاي، خصوصا ان القارب الوحيد اللي كان معانا غرق. ده حرام. ايه يا صرم؟ شوف دي. طب ما هو انت هتفزعني ليه؟
لا مؤاخذة. طب ما هو احنا ممكن نستخدم المسدس اللي مع بلسم باشا دي ونضرب بيه على اي طيارة معدية. براوة عليك يا والي، جبت التايه. حتى الطيارة تقع وناخد منها الأكل والشرب، ويا سلام لو لنا كازوزي. لا لا ما تاخدش بالك منهم. دول كرتون مش حقيقي، وبعدين دي اعلانات كده فواصل يعني. ايوه ايوه. مسدس ايه يا استاذ بلسم اللي بيتكلموا عليه ده؟ مسدس 9 مللي، مسدسي العهده. ايوه، طلعت بيه طياره ازاي؟ مش فاهم ايه المشكله يعني، هو انا طالع بصفيحه ملوحه على الطياره؟ بعدين لسه قايلين لك اهو انا ظابط. حتى لو ظابط ممنوع تطلع بيها الطياره. سوري كابتن ماجد، معلش مع احترامي، هو مش ظابط يا ظابط، لا ده مقدم. حتى لو برضه ممنوع تطلع بيها الطياره. مش فاهم يعني المعلومه دي اكيد ولا انت قريت على النت؟ نت ايه؟ ده قانون. ايوه طبعا، ما انا عارف انه قانون، وعلى فكره يا جماعه القانون بيمشي على الكل. بصراحه يا جماعه انا كنت طالع في مهمه سريه، حتى لو تلاحظوا ان انا يعني مربي دقني زي سمير الاسكندراني ومتخفي علشان اقدر انغمس في عالم الاجرام، يعني اكيد مش هطلع بصفتي ظابط. وايه هي المهمه السريه اللي كنت طالع فيها يا كابتن بلسم؟ استاذ ايمن بقول مهمه سريه، يعني لو قلت لكم هحرق المفاجاه. سيبكم يا جماعه من المهمه ومن المسدس دلوقتي، وخلونا مع الكابتن ماجد، وخلونا نعرف يا ترى كابتن ماجد هيخرجنا من الجزيره دي ازاي. ماشي، بس هنتكلم. طبعا، اي وقت تيجي المكتب نشرب القهوه مع بعض وندردش. اوكي يا جماعه، يؤسفني اقول لكم ان احنا هنفضل على الجزيره هنا لحد ما اي طياره تعدي علينا بالصدفه او ايه؟ او لا اوعى تختفي وحياه ابوك ما صدقنا لقيناك. او نلاقي جهاز الارسال. جهاز ارسال ايه؟ ما هو يعتاد اي طياره بيبقى فيها جهاز ارسال، وجهاز قوي جدا بيبعت اشارات على مسافات بعيده جدا. والجهاز ده بيبقى فين يا كابتن ماجد؟ الجهاز ده بيبقى موجود في غرفه المحولات. حلو، باذن الله هنلاقي الجهاز. نلاقي ايه؟ بيقول لك في غرفه المحولات، يعني زمانه دلوقتي في اعماق البحار، وتلاقي قرش خده ولا حاجه عملوا طفايه ولا قوقعه. هو انت مالك يا باسم باشا مسود كده؟ هو لا ده مش شمس بس، انا قصدي مسود من جوه، يعني من ساعه ما الكابتن ماجد ما ظهر. وايه يعني لما ندور على الجهاز؟ احنا ورانا حاجه؟ تشغليش بالك بيه، انا بكره الصبح ان شاء الله هغطس وهجيب الجهاز، كان جاء قوقعه ولا طفايه، حتى لو كان في بطن الحوت برضه هجيبه. بس هيبقى عندنا مشكله، الجهاز ده جهاز ارسال، لازم يكون عندنا جهاز تاني، جهاز استقبال، عشان نستقبل عليه الموجات. انا كالعاده عندي فكره تحل المشكله دي. عربي قول لي الفكره وخليك تضرب طلقتين بالمسدس. لا انت كل مره بتضحك عليا. طب خلي المسدس معاك. وايش ضمني افرض طلع مسدس ميه؟